ايه يا حبايبنا، فين وحشتوني؟ لسه فاكريني ولا نسيتوني؟ هاي جايز، ويلكم باك، نادر هير، واهلا بيكم في فيديو جديد من استوديوهات شعب للانتاج الفني. انا دايس على وش الراجل النهارده يعني انا جيت النهارده هصور عنده كل حاجه. بس النهارده جاي لكم بحلقه حلوه جدا. من فتره جاء عيد ميلاد زاك سنايدر، عيد ميلاد ال 58. ليه؟ انت متخيل ان زاك سنايدر كان عنده 58 سنه؟ انا ما كنتش متخيل الصراحه، انا اتفاجئت وانا بعمل السكريبت للفيديو ده. النهارده جاي لكم بفيديو جميل جدا بنقول لي فيه لزاك كل سنه وانت طيب، هابي بيرث داي زاك سنايدر، وبراجع فيه حبه كده نقط عايز اتكلم فيها في افلامه، مع حلقه مجمعه لمراجعات بسيطه لافلام عدى عليها ذكريات الفتره اللي فاتت، وهوريكم قد ايه في افلام عظيمه عملها زاك نزلت في شهر مارس، وده الشهر المحبب لقلبه، وحلقه فيها برضو ذكريات لافلام عظيمه نزلت بره زاك بس جوه الجنرا بتاعتنا اللي احنا هنتكلم فيها، هو الجنرا الكوميك بوك. والجنرا دي بدا مستواها يقل جدا الفتره اللي فاتت، والجمهور بقى عنده حاجه اسمها فتيج او اجهاد او ضغط او قرف من نوعيه الافلام دي. الجنرا دي ما بقتش مشهوره زي زمان، ودي النقطه اللي جاي اتكلم عنها النهارده، ونرجع ثرو باك كده لورا بتكلم فيه معاكم عن اهم ذكريات واهم افلام عالم زاك سنايدر جوه الدي سي يو وبره الدي سي يو وجوه الجنرا بتاعتنا الكوميك بوك موفيز. فيلا بينا نبدا. You got me down on the ground like I see double vision. Aisles of mirrors and mirrors and baby nothing's clearer. You got me running around like there's so much to do, but maybe that's too much for you. في بداية القول كده أحب أعرفك إن زاك سنايدر هو مخرج أمريكي اتولد في 1 مارس 66 في منطقة اسمها جرين باي ويسكونسن، وآخر أعماله كانت تريبل مون اللي نزل على منصة نتفليكس بعد ما عمل موف أون من عالم الدي سي يو وبعد المشكلة الكبيرة اللي حصلت معاه في عالم دي سي ومع وارنر بروز. زاك سنايدر أكتر كلمة هو مشهور بيها هو فيجنري، يعني عنده رؤية، ورؤيته بالنسبة لي هي أجمل رؤية أنا شفتها من مخرج داخل أفلام عالم السوبر هيروز وكمان أعلى من نولان اللي باي ذا واي كسب الأوسكار اللي فاتت، وكانت حدث عالمي جدا. والشعبان أو شاب عمل حلقة جميلة جدا بيشرح لنا في ملخص حياة نولان، هسيبها لكم تحت في الديسكربشن عشان هو قاعد هنا اهو، بس هو قاعد هنا اهو. حقيقة للحق أنا لسه ما شفتش فيلم تريبل مون لحد دلوقتي اللي نزل على منصة نتفليكس، واللي كانت مدته تقريبا اقرب للثلاث ساعات. وعلى فكره انا بحب زاك سنايدر عشان كده، عشان هو ليه رؤيه ومتحمس وشغوف ان هو يورينا رؤيته وهي الدايركتورز كات. بس انا النهارده مش جاي اتكلم عن ريبل مون، انا جاي بهدي اشاده وبدي جراتيتود للي عمله زاك سنايدر، وبشرح ايه اللي كان عايز يعمله جوه عالم دي سي وبره عالم دي سي، ازاي الناس استفادت من الرؤيه دي في افلام زي ذا باتمان 2022 ولوجان بتاع 2017. بعد النجاح الكبير اللي نورا عمله في سلسله الكوميك بوك، واللي هو رسم الطريق لازاي تعمل فيلم الكوميك بوك ناجح، وان انت تجيب بطل من عالم الكوميك بوك او عالم الهيروز وتحطه في الحياه الواقعيه. زاك ذكي جدا، بيعرف يفرش النقطه دي بشكل اكتر واقعيه من نولان نفسه، وعشان كده بعد نجاح نولان اختار زاك سنايدر اللي هو يقود عمل دي سي بعد رؤيته لواحد من افضل افلام السوبر هيروز في التاريخ وهو واتشمان. قلت لك في اول الفيديو ان شهر مارس هو احب شهر لزاك سنايدر، لان فيلم واتشمان نزل في 6 مارس 2009. الفيلم ده انا بحبه جدا، واحد من اعظم افلام الكوميك في التاريخ ان لم يكن هو رقم واحد والمتربع على العرش افضل كوميك بوك موفي في التاريخ. وبعشق جدا ان برسبكتيف الفيلم متاخد من وجهة نظر روشاك والاسبكت بتاعه. وخليني اقول لك حاجه كده، I'm not logged here with you logged here with me. ورغم نجاح الفيلم الكبير جدا مع عوامل الزمن، ودي النقطه اللي زاك بيحب يتكلم فيها، ان هو بيعمل افلام بتعيش لنا العمر كله، ورغم ان الفيلم نجح جدا وكسر حاجز الزمن، ودي اهم حاجه بتثبت نجاح الفيلم، الا ان الفيلم اتهاجم جدا وقتها واتقال عليه فيلم مش عارف ايه وفيلم مش عارف ايه وفيلم مش عارف ايه، لدرجه ان نزل 3 نسخ لزاك سنايدر من الفيلم ده، الاكستندد كات ودايركتورز كات. ومن هنا عرفنا رؤيه زاك بيحب يجيب الحاجه الواقعيه بالزياده، وبيحب يبقى ليه باترن وليه رؤيه وليه نمط معين زي سلو موشن وزي الموسيقى وزي حبه جدا للكالر كوركشن، وان في حاجات تحصل في الخلفيه. الفيلم ده حط زاك على الخريطه وخلاه يتصدر قائمه المخرجين لاخراج اول فيلم في عالم الدي سي يو وهو مان اوف ستيل. ده برغم كل الاراء اللي طلعت على الفيلم ده ان وقتها كان فيلم فاشل، مع عدم حب ألين مور للفيلم صاحب الكوميك بوكس
بتاعت واتشمان. بس ده موقفش زاك سنايدر واصبح هو فعلا البلو برنت والجاد فاذر لعالم الدي سي. من الفيديوهات المشهوره جدا لزاك سنايدر خصوصا في عيد ميلاده الطريقه اللي كان بيشرح فيها لهنري كافيل ومايكل شانن اللي هم كانوا سوبرمان وداد في مان اوف ستيل 2013. الفيلم ده نزل في 14 مايو وعمل ضجه كبيره جدا ان ازاي دي نسخه سوبرمان وسوبرمان مش كده في الكوميكس. ده على اساس ان الكوميكس يعني قران، يعني هي نازله من عند ربنا لازم نتبعها اتباع ونهتدي بيها عشان نكون ناس بيرفكت. اللي بجد بيوجعني في قلبي وبيجي عليا جدا ازاي واحد كنت بشوفه بيشرح ازاي نعمل السناب للاتنين وفي كل الشغف ده، ولما بيمسك البتاع بتاع اكوامان وبيعمل الحركات بتاعته. بجد الراجل ده انا بحبه جدا و ثانك يو داك سنايدر على كل حاجه وهابي بيرثداي. النقطه بتاعت مان اوف ستيل بقى اللي انا حابب اتكلم فيها ان ازاي الناس زعلت ان ده نسخه زاك سنايدر لسوبرمان وازاي دي رؤيته وده مش سوبرمان بتاع الكوميكس. حبيبي احب اقول لك وافاجئك ان سوبرمان كشخصيه هو مش انترستنج جدا ومش شيق خالص لابعد درجه. شخصيه بلان اوفر باورد زي دكتور مانهاتن عاديه جدا، ما فيش اي حاجه تحبها. انت تحب تشوف سوبرمان وهو في الاوتموست ليفل باور بتاعه ولا بتحب تشوفه وهو بيتصاعد في الليفل باور بتاعه؟ زاك سنايدر حب يجيب قصه سوبرمان من الاول خالص ويعرفنا عليه ويعرفنا مين هو جور آل ومين هم الكريبتونايت ومين هم عالم كريبتون اصلا. احلى تلت ساعه شفتها في حياتي واحلى انترودكشن لعالم انا شفته. انا كنت حابب اشوف الجزء الثاني من مان اوف ستيل وكنت حابب اتعلم واتعرف على عالم كريبتون اكتر واكتر. زاك سنايدر كان عايز يعرفك مين هو سوبرمان من البدايه للنهايه، ومع نهايه فيلم مان اوف ستيل 1 كنا وقتها هنبدا نشوف مين هو سوبرمان في الكوميكس، وكنتوا عايزين رؤيتكم وفيلمكم، وده غلط في السينما. انت المفروض تتابع الفيلم من وجهه وعين المخرج. اكبر مشكلتين في فيلم مان اوف ستيل ازاي سوبرمان ما انقذش الناس دي كلها وازاي سوبرمان ما انقذش ابوه، لان في الكوميكس ابوه مات من الكانسر ومرض خطير جدا وكان بيدي ايحاء ان مهما قوه وعظمه سوبرمان هو مش هيقدر ينجده من المرض ده which is have a deep impact by the way. بس خلي بالكم احنا عملنا الحوار ده واحنا لسه بنتعرف على سوبرمان في الفيلم ده وبنتعرف لاول مره على ابوه في العالم بتاع الارض واللي هو كان جوناثان كينت. مره واحده يموت ومره واحده نعرف عنده كانسر، استباق احداث قوي، فكان لازم يتعمل لها مراجعه. فهو قعد مع ديفيد اس جوير لان كتاب الفيلم هم زاك سنايدر وديفيد اس جوير اللي بقى انا بجد بعشقه جدا، وعملوا المشهد اللي احنا شفناه في السينما ده بتاع التورنيدو والهوريكين وان هو خطف ابوه. انا معاك ان المشهد ده من مش احسن تنفيذ في الدنيا ولا القصه بتاعته ولا الفكره بتاعته احسن قصه وتنفيذ في الدنيا، بس هي دي المعالجه وانت زي ما قلت لك لازم تشوف الفيلم من وجهه نظر المخرج. الحاجة التانية واللي هي أكبر سلبية جت على الفيلم ده وقتها وهو إزاي سوبرمان ما أنقذ الناس دي كلها. حبيبي ده مش سوبرمان البطل المغوار المهول المصايا اللي في الجيز كرايست فيجر الهوب الاس سيمبل فور مش عارف إيه. باشا الله يرضى عليك شيل الكوميكس من دماغك لثانية واتفرج على الفيلم. انا بالنسبه لي فيلم مان اوف ستيل من احلى الافلام اللي في التاريخ ومن احلى الافلام الستاند الون اللي انا اتفرجت عليها. يكفي فكره الهوب اللي احنا بنجسد فيها في فيلم سوبرمان اثرت وكانت البلو برنت بتاع فيلم باتمان 2022، ودي النقطه اللي بتكلم عليها واللي كملت معانا في فيلمنا الثاني باتمان فيرسس سوبرمان. طبعا مع نهايه فيلم مان اوف ستيل محدش حب الفيلم كتير جدا والفيلم يعتبر فشل من حيث وجهه نظر الجمهور وقتها، ولكنه برضه لتاني مره نجح مع عامل الزمن والناس بترجع تتفرج عليه دلوقتي وتقول انه عظيم لابعد درجه. ده غير ان هو حط الفكره وزرع الفكره الاستباقيه بتاعه ماذا لو سوبرمان كان فيلن واللي احنا بنشوفها دلوقتي في هوملاندر. حقيقي زاك سنايدر فيجنري، وده اللي كمل بيه معانا زاك سنايدر في فيلم باتمان فيرسس سوبرمان، الفيلم اللي شهد تأجيلات كتيرة جدا ونزل برضه في الآخر في شهر مارس يوم 25 2016 وكان برضه ليه 2 كاتس دايركتورز كات والالتيميت اديشن واللي فرقت جدا بالنسبه لي في المتعه والمشاهده. بالنسبه لي فيلم باتمان في سوبرمان هو فيلم بيرفكت. فكره ان اخلي ليكس لوثر هو الفيلن الاساسي واللي هو ضحك على سوبرمان هنا وضحك على باتمان هنا شفناه في فيلم تاني بس الفيلم ده كان متقلد من باتمان في سوبرمان والفيلم ده هو سيفل وور. النقطه دي هي معضله جيف جونز اللي هتكلم عنها في فيديو تاني فانتظروه. مارفل باي ذا واي لما شافت ان دي سي بتعمل باتمان في سوبرمان عملت تيم ايرون مان تيم كابتن امريكا والفيلم ما كانش كده خالص على فكره. الفيلم ده برضو شهد على العديد من النقد اللاذع وازاي بنحط بن افليك في باتمان واللي اصبح واحد من افضل الباتمانز في التاريخ، وشهد برضو نقد لاذع لليكس لوثر وازاي ليكس لوثر مش قارع. بس نرجع تاني لنفس النقطه ان زاك سنايدر كان عايز يبني العالم ده من الصفر، ان انت بتشوف الشخصيات دي قبل ما بتشوفها بشكلها الحقيقي
الحقيقي ورؤيتها الحقيقيه اللي في الكوميكس، اللي لتاني مره بقول هي مش قران، والله العظيم هي مش قران. باتمان في سوبرمان انا بحبه جدا، واحد من انجح الافلام في عالم دي سي بالنسبه لي، وتقريبا هو واتشمان بالنسبه لي في نفس الليفل، بس واتشمان اعلى منه بشويه. ونيجي دلوقتي للفيلم الثالث معانا، واللي هو واحد من اعظم افلام الكوميك بوكس الملحميه في اخر 5 سنين من ساعه نزوله، وهو الفيلم اللي الفاندم تعبت كتير جدا عشان تنزله، وهو داك سنايدرز جاستس ليج. نسخة الجاستس ليج بتاعت زاك سنايدر كانت بالنسبة لنا هي الختامية للترولوجي اللي دمرنا زاك سنايدر على مدى تاريخه جوه عالم دي سي، اللي بدأت بمان اوف ستيل ووصلت لبي في اس، بعد كده انتهت مع زاك سنايدر جاستس ليج. ولازم اقول الناس اسمها زاك سنايدر جاستس ليج لانها مش اي نسخه ومش اي رؤيه غير رؤيه زاك سنايدر نفسه. الفيلم ده اقل حاجه اتقال عنها انه ايبك، ملحمي، اسطوري لابعد درجه، فيلم ما فيهوش ولا غلطه، ورغم كده اتهاجم عشان الساوند تراك بتاع الامازونيانز اللي بتعاد في الخلفيه كتير، واتهاجم عشان سلو موشنز كتير. انا عمري ما شفت ناس جحده زي بتوع مارفل بالشكل ده. احنا كفاندم مستنيين الفيلم ده بقالنا 3 و4 و5 سنين وكنا فقدنا الامل، وانت عشان لسه نازل لك اند جيم متضايق ان انا نازل لي جاستس ليج، رغم ان هو الفيلم ده لو كان نزل في 2017 او 2016 كان زمانه هيبقى افشخ واعلى، وما زال افشخ واعلى من انفينيتي وور واند جيم. موت بغيظك يلا. النقطه بتاعت السلو موشن بتاعت زاك سنايدر احنا عارفينها من افلامه القديمه اللي بدات ب 300 ودون اوف ذا ديد، فدي مش نقطه جديده، هو باترن، هو ليه رؤيه، هو ليه هويه بصريه، الهويه البصريه اللي انا اتعلمتها في السينما، اللي انت لازم يكون ليك لون محدد، لازم يبقى ليك شكل محدد، لازم يكون ليك ستايل في المونتاج معين، وعشان كده انا بتكلم ان هو الجاد فاذر والبرو برنت بتاع كل الافلام. نقطه الساوند تراكس على فكره هانز زيمر وجونجي اكس ال اللي عاملين له كل الساوند تراكس بتاعت افلامه من اول عالم دي سي، وكلها بلا شك تحفه وما تقلش عن بعضها. يكفيك لما بتسمع تراك بيوتيفول لاي انت بتحس بايه؟ انه يعيد تراك الامازونيانز براحته دي مش حاجه في ايدك، دي حاجه كانت في ايد جونجي اكس ال، والصراحه كانت موافقه للعالم ده، لان هو كان حاطط الشخصيات دي في بيجر ذان لايف، هو حاططهم جادز امونج مين، هو حاططهم في بروبورشن اكبر من مجرد تفكيرك ان هم ابطال خارقين، لا هم اكبر من كده بكتير، بس انت اللي مش مستوعب ده. دول مش شبه ايرون مان وكابتن امريكا بشر لازم يكونوا ابطال، لا دول ميثولوجي، دول عندهم اسقاطات رمزيه ودينيه سبب شرحتها قبل كده في فيديو هسيبهولك في الاي اللي فوق. الحاجه الوحيده اللي انا مش قادر افهمها ازاي يكون عندك فيلم ده مش فارقه معايا المده 4 ساعات اخش اتفرج عليه برضه في السينما، ويكون عندك المشهد بتاع ذا فلاش وتقرر تلغيه، او تقرر تشيل المشهد، او تقرر تغير المخرج. ومن هنا زاك اتعلم ان هو لازم يميك هيز اون فيوتشر ويميك هيز اون باست وموف اون من العالم دي سي. بس لو هنرجع بفلاش باك سريع جدا في فيلم انا ذكرته من شويه وعدت عليه برضو ذكرى سنويه، وهو فيلم 300 اللي نزل في 9 مارس 2006. لقيت اراء كتير جدا مؤخرا خصوصا مع السنويه للفيلم ده السنه دي في شهر مارس ان ناس بتقول انا مش عارف عاجبكم ايه في الفيلم ده. تخيل في 2006 ما كانش فيه موارد سي جي اي وفي اف اكس بالتقل بتاعها دلوقتي، وتخيل في 2006 و2009 ما كانش فيه موارد اخراج بالتقل بتاعها دلوقتي، وتخيل في 2006 وفي 2009 ما كانش فيه افلام اسطوريه بحجمها دلوقتي. فيجي لك واحد يتكلمك عن عالم 300 ويعمل لك واحد من افظع واجمل المشاهد اللي فيها زوم ان وزوم اوت وفيها دبل اكسبوجر لشخصياتنا وبطلنا، وخلى من جيرد باتلر ممثل، وخلى من جيرد باتلر بطل الناس عايزه تتفرج على افلامه، ده بحد ذاته اختراع يا كوتش. 300 بالنسبه لي على بيدرستول عالي جدا اخراجيا، ممكن القصه مش قد كده ولكن اخراجيا هو عالي قوي، واللي يثبت ان زاك سنايدر فعلا كان فيجنري وكان سابق عصره، وان كل افلامه بتنجح مع عالم الزمن، ان هو فعلا بيعمل افلام تعيش العمر كله. تاثر فيلم مات ريفز في باتمان 2022، الفيلم اللي كسر حدود الواقعيه وخلى باتمان في احلى صوره ليه، وهو وورلدز جريتست ديتكتيف. ما حدش اتكلم عنها قبل كده، نولان عملها بشكل مبسط، كانت بشكل حلو بس كانت بشكل مبسط. الفيلم ده تغلغل فيها عشان يوري صوره باتمان في انقى واوقع صوره ليه، وهو الديتكتيف. غير ان الفيلم ده تاثر بفكره الهوب من مان اوف ستيل، وان هو الامل، وتحول من فينجنس اللي بنجوين كان بيقعد يناديه فينجنس طول الفيلم واللي كانت بتفصلني ضحك الصراحه، ويتحول من مجرد الانتقام للامل والبيكن اللي بيرشد الناس دي من الظلمات الى النور. انا حقيقي بحب فيلم باتمان 2022 رغم ان انا ما اتعلقتش بيه قوي زي افلام زاك سنايدر، ولكنه واحد من احسن الافلام اللي انا شفتها في حياتي، واحد من اعظم الادريشنز اللي شفتها لشخصيه باتمان نفسه. وفعلا انا متاثر جدا ان الفيلم ده هيتاجل لاكتوبر 2025 من السنه دي، وانا فعلا كنت عايز اتفرج عليه السنه دي، ولكن بسبب الرايترز سترايك واضراب الكتاب السكريبت ما كانش كمل، واضطروا ان هم ياجلوه سنه كامله عشان يكملوا سكريبت ويبداوا تصوير. من هنا بنروح لاكتر فيلم تأثر بالبلو برنت
بتاعت زاك سنايدر، وهو مانجولد لما عمل فيلم لوجان في 2017، اكتر فيلم دموي واقعي في عالم السوبر هيروز، واحلى فيلم ستاند الون في عالم السوبر هيروز. اكس مان طول عمرها دمويه، بس اكس مان عمرها ما كانت واقعيه. الفيلم ده واقعي، الفيلم ده ما فيهوش مشاهد سوبر هيروز كتيره، الفيلم ده ما فيهوش بطل، الفيلم ده فيه وولفرين وهو محطم وهو مكسور وهو في اخر ايامه في اخر عمره وهو بيموت حرفيا. الفيلم ده عباره عن بادي كاب او رحله، احنا بنترافل طول الرحله وبنكتشف احداث وبنكتشف ذكريات مع باتريك ستيوارت اللي عمل بروفيسور اكس على اعلى مستوى. وانا طبعا شهادتي في هيو جاكمان مجروحه، الراجل ده فضل يعمل الشخصيه دي لما يقارب ال10 و15 سنه دلوقتي. فيلم لوجان اللي نزل في شهر مارش برضو، عشان يثبت لكم ان مارش واحد من اقوى الشهور اللي بتنزل فيها افلام. اكتر حاجه جت صادمه للفيلم ان هو كان ار ريتد، بس لو انت متابع لعالم اكس مان انت عارف ان عالم اكس مان دموي بشكل بشع. وانا بجد بحب الفيلم ده وبحب رؤيه جيمس مانجولد جدا. مش بقول ان هو سارقها من زاك سنايدر، بقول ان هو تاثر بيها لمدى قوه وجبروت زاك سنايدر في العالم ده، لدرجه ان هو تخطى وعدى نولان وثلاثيه نولان من الدارك نايت لباتمان. انت ذات نفسك لو سالتني تقول لي تريلوجي باتمان ولا تريلوجي زاك سنايدر، ممكن نسيبها الفيديو تاني ونقول ايهما افضل. بس حقيقي انا قلبي بيتقطع ان زاك سنايدر مش هيكمل معانا، وانا فعلا متضايق من الحوار ده ومش متحمس حماس كبير قوي لعالم جيمس جان. وده لان انا بشوف ان جيمس جان هو مخرج نيش اكتر من انه مخرج كوميك بوك متمكن بيعرف يلمع الشخصيات الكبيره بحجم سوبرمان وباتمان. لا، هو بيعرف يجيب الشخصيات الثانويه والدي بلس والسي بلس او حتى السي ماينس والدي ماينس، وبيعرف يلمعها زي مثلا جاردنز اوف ذا جالاكسي، زي دي سوسايد سكواد. ما جالهوش اختبار بحجم سوبرمان قبل كده، وما اظنش ان حد يعمل شكل سوبرمان يرضيني انا كنادر غير زاك سنايدر. انا بعشق ان انا اتفرج على شخصيه محطمه، بعشق ان انا اتفرج على شخصيه بتتصاعد في الليفل باورز بتاعتها، ما بحبش اتفرج على شخصيه اوفر باورد. وحبيت الادريشن بتاع زاك سنايدر من دكتور منهاتن، وفهمت ابعاد دكتور منهاتن، وكنت اتمنى ان زاك سنايدر يكمل، وكنت اتمنى ان هنري كافيل يكمل كسوبرمان، لان هنري كافيل is my Superman, Ben Affleck is my Batman, and Zack Snyder is my fucking director. وعشان كده بقول لك كل سنه وانت طيب زاك سنايدر، وهابي بيرثداي فور يو ماي دير. وبس كده يا شباب، دي كانت حلقه مجمعه عن كل الافلام اللي انا عايز اتكلم عنها، اتكلمت عنها بشكل بسيط، والمشاكل اللي كان بيواجهها زاك سنايدر وهو في العالم ده. كان عندنا كده فيديوهين عايزين نتكلم عنهم، واللي انا عملت لهم شاوت اوت: معضله جيف جونز، والمشاكل اللي حصلت ورا الكواليس في اخراج فيلم زاك سنايدر جاست ليج للنور من اول جزء 2017. الجزئين دول هعملهم الفتره الجايه، فلو انت متحمس ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان ده فعلا بيساعد. اشترك في القناه وفعل جرس التنبيهات عشان ما تفوتكش جديد القناه اول باول، وما تنساش تشترك على اللينكات اللي في الديسكربشن. وفي نهايه الحلقه شكرا لكم على المتابعه والمشاهده، كان معكم نيل شرف. Until next time, I hope you all have a wonderful day. Adios.